لما تيجي تكتب تاجز في فيس كود تحس كده ان الدنيا كلها داخله في بعضها، تحس كده ان ال H1 داخله مع التيبل، داخله مع الهيد، داخله مع ال HTML. طب احنا عايزين نميز الحاجات ديت عن بعضها، نعمل ازاي؟ هنيجي في حاجه اكستنشن موجوده في الفيس كود اسمها رينبو تاجز. لما نيجي نعمل عليها سيرش رينبو تاجز ونعمل لها عملية داونلود اهيت، هنعمل لها عملية انستول. ماشي، عايزكم بس تشوفوا الفرق ما بين التاجز الموجود ديت والتاجز بتاعت ال HTML، تحس كده كلهم شبه بعض. لما تيجي تنزل شوفوا الفرق بقى عامل ازاي. بقت التاجز بتاعت ال H1 والتاجز بتاعت التيبل بقى فيه اختلاف، لما تيجي تكتب الكود مش هتحس باللخبطه. تمام. تاني اكستنشن موجود عندنا في الفيس كود السبيس يعني تحس ان في فراغ ما بين الاكواد وهي مكتوبه. طب الفراغ ده عايزين نملاه في تاجز حلوه اسمها اندت رينبو. اندت رينبو اهيت، نعملها برضو عملية انستول. ديت الفراغ الموجود هنا بيتملى الوان اهيت. عايزكم بس تشوفوا الفرق قبل وبعد. الحمد لله عملت انستول بنجاح. شوفوا الفرق في لما تعمل سبيس في الوان. تاني اكستنشن حلوه، لو انت جيت هنا شفتوا الفايل عندي تحس كده اشكال، يعني مش مديها شكل حلو. حتى برضو لو احنا جينا هنا في الفايل اللي على الجهاز شكله مش حلو، فعايزين نغير شكله. نبحث برضو في الاكستنشن على حاجه اسمها ماتيريال ايكون زيم. ماتيريال ايكون، بسم الله اهيت. دي بتغير شكل الملفات اللي بتبقى في الفيس كود. هي بتعمل عملية انستول. عايزكم بس تشوفوا الفرق قبل وبعد اهو. ديت الملفات قبل ما تنزل الماتيريال ايكون زيم. حتى برضو هي تأثر في الشكل بتاع الايكون ديت. ماشي، شفتوا نزلت بنجاح اهيت. حتى برضو لو احنا جينا هنا، طب سوا نطلع من هنا ونخش. ماشي مش مشكلة، على ما يعمل ريستارت مع نفسه الايكون تتغير. هي دلوقتي الايكون بتاعت index.html اتغيرت شكلها.